انتهت عشر الرحمة وبدأت عشر المغفرة، فاللهم اجعلنا ممن غفرت لهم وعفوت عنهم وعن والديهم يا رب العالمين. ما أسرع خطاك تمضي على عجل، عسى أن تكون نفحات المغفرة والرحمة قد أصابتنا. اللهم آمين. اللهم بلغنا ليلة القدر. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في أطباق الندى. النهاردة إن شاء الله هعمل معاكم الكشك المصري بطريقة سهلة وبسيطة جدا. الكشك برضو من الأكلات الجميلة أو مستحبة في رمضان. إحنا تقريبا بنعملها طول السنة مرة أو مرتين، منهم مرة أساسية في شهر رمضان، وفي أي وقت تاني بقى لما نبقى محتارين مش لاقيين حاجة نعملها فبنعمله. الكشك ده عشان تعمليه لازم يبقى عايز شوربة حلوة. شوربة حلوة بمعنى شوربة دسمة، شوربة بط، شوربة فراخ عتاية أو فراخ بلدي، شوربة دسمة يعني ما ينفعش تعملها شوربة لحمة أو شوربة فراخ بيضة، مش هيبقى حلو قوي. يعني أساسي فيه الشوربة تكون شوربة حلوة كده محترمة وجميلة. معلش طبعا أنا صوص تعبان، أنا آسفة جدا، بس كنت لازم أسجل الفيديو، فهعمله معاكم إن شاء الله بطريقة سهلة وبسيطة وإن شاء الله تكون إعجابكم. هقول بسم الله. اول حاجه انا بخرط بصلتين كبار كده او 3 بصلات، بخرطهم رفيع وببتدي احمرهم في سمنه او في اي ماده دهنيه حابه تعملي فيها، سمنه على زيت، بلاش زبده، او الزبده يبقى معاها معلقتين زيت عشان ما تتحرقش منك. بحمر البصلايه لغايه ما توصل للون الذهبي زي ما انتم شايفين كده. بعد كده بشيلها وبسيب حبه صغيرين في الحله. في نفس الحله بنزل عليها ب3 معالق رز بكون غسلاهم، هشوحهم شويه مع السمنه والبصل بياخدوا الطعم من بعض. هنزل عليهم بقى بالشوربه بتاعتي، شوربه الفراخ الجميله دي، هنزل عليهم واقلبها تقلبتين لغايه ما الرز عندي يستوي خالص. يطلعي الرز كده تلاقيه مهري، يعني بمعنى اصح زي الرز اللي هو الرز بلبن. هبتدي بقى بعد كده بسم الله بنزل باللبن حوالي ربع نص كيلو، كيلو الا ربع، حسب طبعا الكميه اللي بتعمليها. اللبن هيغلي معايا غلوتين، هكون مخليه نص كوبايه لبن، هقلب فيها حوالي 3 معالق نشا على قد الكميه برضو اللي انت عايزاها. هنزل بقى بسم الله كده حبه حبه، ما تنزليش بالنشا كله مره واحده عشان ما يتقلش منك. انا عايزه قوامه بيبقى كريمي كده زي الرز بلبن وزي القمر الدين، مش عايزه اللي هو التقيل ده، ما بيبقاش حلو. خليه خفيف شويه معاكي عشان على ما بيبرد شويه ساعه التقديم بيكون تقيل زي الرز بلبن. هبتدي بقى اغرفه في الاطباق بتاعتي. انا بغرف على قد الكميه اللي هتتاكل، بس ما تحطوش كله في الاطباق. بتغرفي الكميه اللي انت عايزاها والباقي بتشيليه في حله صغيره. وما بتيجي تسخنيه بتحطي عليه معلقتين لبن او معلقتين شوربه او معلقتين ميه اللي موجود عندك يعني. اهم حاجه ما تغرفوش وتسيبيه يعني في الاطباق، وشه بينشف وبيبقى طعمه مش حلو، والتقليه على وشه بتطرى وبتغير لونه. فانت اغرفي على قد الكميه اللي هتتاكل، ولو فضل عندك حبه شيلهم في حله صغيره. انا كده غرفت معاكم الكشك زي ما انتم شايفين، حطيت طبقين بس، ولو احتاجنا تاني هحط بقى عليهم التقليه. بعد كده هبتدي اخلل معاكم البتنجان. انا ده بتنجان ابيض مش اسمر، البتنجان الابيض طعمه حلو قوي في المخلل بتقليه، ويعني هو مستحب انك تقشريه وهو سخن زي ما انا بقشره كده. بس لو انت مش مستعجله او بتاكليه يعني في كل احواله خلاص خليه لما يبرد شويه، لان انا بصراحه ما كنتش عارفه اقشره سخن قوي. بتقلي البتنجان الابيض تقشريه زي ما انت شايفه كده. بكون محضره عندي بقى الطبق اللي جنبه ده فيه ايه، توم وملح وفلفل احمر على الاخضر، فلفل احمر فلفل اخضر، ايه الحاجه اللي بتحبيها خليلي بيها. انا ما بحطش على البتنجان بتاعي اكتر من كده. توم وملح وفلفل ومعلقتين خل، انا ما بحطش ليمون ولا اي توابل تانية. جربيه بالطريقه دي هيعجبك قوي ان شاء الله. هقشر البتنجان كله زي ما انتم شايفين بالطريقه دي كده بمعلقه، وتبقي ماسكه حرف القشره بيطلع معاكي سهل جدا من القشره زي ما انتم شايفين كده. كان سخن مش عارفه بصراحه اقشره كويس. فانت لو مش مستعجله او مش بتحبي البتنجان يعني سخن قوي عفوا، يبقى استني عليه شويه لما يبرد بعدين ابتدي قشري. انا قشرت البتنجان بتاعي كله كده بقى. هبتدي بس افتح فيه شويه كده عشان التتبيله بتاعتي تخش فيه كله. طلعت الفلفل على الحروف كده. هحط بقى معلقتين خل على التتبيله دي بسم الله.
حابه تخليه البتنجانيه سليمه زي ما هي، يبقى حطي في واحده واحده وقفليها. مش حابه حطي على الوش خالص، على الوش كده وخلاص زي ما انا عملت كده، اسهل كمان ليكي. والبتنجان كله بيشرب كده من الفلفل والثوم والملح والخل. بس كده ده طبق البتنجان بتاعنا خلص. هركنه بقى. هعمل عصير النهارده، عصير الرمان. انا كنت مفرزه معاكم الرمان، كنت مفرزاه ازاي؟ فردته التفريط العادي بتاعنا، وحطيت عليه معلقتين سكر كمادة حافظة، يعني خليت السكر غلفه من بره، مش سكر كتير طبعا، معلقتين بس. وشيلته في اكياس في الفريزر على قد ايه ما هعمل. بحط بقى الرمان، بطلعه من الفريزر. عموما كل العصاير او اي حاجه في الفريزر بتطلعيها تستعمليها وهي متجمده. حطيت كده عليه شويه سكر كمان وحبه ميه، وضربته في الخلاط، وهبتدي اصفيه. بتصفيه بمصفى رفيعه. بس كده بيبقى عصير الرمان خلص معاكي، مش محتاج اي حاجه تانية. طبعا كل ده انا كنت بعمله في اخر نص ساعه، البتنجان والرمان، وهعمل الملوخيه كله في اخر نص ساعه طبعا، عشان الملوخيه تبقى سخنه معايا، عصير الرمان يبقى ساقع معايا ما يسخنش، البتنجان برضو عشان يبقى دافي ساعه الاكل ما يكونش بارد. الصف الرمان كده زي ما انت شايفه. طبعا احنا عارفين ان الرمان فيه نسبه عاليه من الحديد، بيبقى جميل برضو وبيبقى حلو للولاد. ولو حابه تزودي اللون الاحمر بتاعه شويه بتحطي عليه حته بنجر. الملوخيه بقى بحط فيها نص معلقه سكر. الشوربه عندي طبعا من اللي عامله منها الكشك، شوربه الفراخ. حطيت على الملوخيه كمان حته من التوم بالكزبره اللي انا دقاهم نيه. وايه هبتدي اعمله، احمره في معلقه سمنه او زبده. بس احمرت معايا التقليه، حطيتها. انا بحب صوت التقليه قوي لما بحطها على الملوخيه، بحب صوت الطشه دي قوي. بس كده معايا خلصت الملوخيه كله كده في اخر نص ساعه زي ما قلت لكم. ما خدتش وقت في عمايل الاكل النهارده بصراحه. الفراخ ما خدتش سوا معايا كمان. هرش بس حبات ملح وفلفل على الفراخ كده، انا بحب اعمل فراخ سليمه، ما بحبش اقطعها. حبه ملح وفلفل وشويه بقدونس او اي حاجه خضراء. وكنت عامله شويه لسان عصفور، وكان عندي صوبيا وعصير برتقال فريش. طبعا انا مش عامله كل العصاير دي في يوم واحد، انا بس عصرت برتقال، وكان عندي باقي صوبيا من قبلها بيوم، وعملت الرمان. وده شكل الكشك بتاعي بعد ما حطيت عليه التقليه. زي ما قلت لكم الكشك تغرفي الحبه اللي هتاكلوها بس، والباقي بتشيليه في حله صغيره. بتمنى ان شاء الله ان اكل النهارده يكون عجبكم، بالف هنا.